عايز اقول لك الرقصه دي فكرتني طبعا بالفيلم بتاع متحف الشمع. ايوه، الحرب العالميه. الحرب العالميه أيوة. يعني طبعا نفس الرقص. عملت أيوة. دور حته دور ده من اكتر الادوار اللي بحبها والله أيوة. العظيم. وانا كمان. دور رغم العفريت ده. العفريت آه. رغم ان هو كان 9 مشاهد واتشال منه كمان، بس هو يبقى في ايوه يعني اللي ذاكرة احنا شفناه كانوا 9 مشاهد. اقل كمان. ما هو كان حسيناش. 9 انا مشاهد. حاسس ان هو كتير والله انا حاسس والله إن هو كتير العظيم. جدا. وعايز اقول لكم على حاجه اول مره هقولها. عملنا الرقصه. يا نهار ازرق. عايز اقول لك على حاجه. الفيلم ده كان في شركه انتاج، عمل نصه وبعد كده عم احمد السبكي اشتراه. فاحمد السبكي عرف ان في عفريت وبيترش، فهو مستني يشوف العفريت اللي يقول له بيترش. فين احمد فتحي؟ عايز اشوف العفريت. ايوه هات ربنا. وانا كنت اروح قبل البتاع يعني اترش في 3 ساعات. يعني وع- كل يوم بتروح تصوير كل لازم يوم تترش. ليا تصوير 3 ساعات رش. وقعدنا نعمل تجارب وحاجات كده. ان عم احمد فعلا قعد لحد وانا كنا في استوديو مصر، وجاي من بعيد كده راح عم احمد واقف. يا نهار ازرق، ده رشيله بحقه حقيقي. اه والله.